أهلا وسهلا بكم في بودكاست قراءات مع إبراهيم العلوش. نتناول فيه قضايا وكتب ثقافية وعامة. ونبدأ اليوم مع حلقة بعنوان إحياء ذكرى عبد السلام العجيلي. يوم الأربعاء 5 نيسان عام 2006 غادرنا الكاتب السوري عبد السلام العجيلي. حضرنا جنازته التي طافت مدينة الرقة لتصل إلى مقبرة حطين قرب السور العباسي للمدينة من الجهة الشمالية. شكل عبد السلام العجيلي علامة مهمة في الحياة الأدبية السورية، وأعاد تأسيس فن الحكاية مدموجا بفن القص الحديث، إذ ترك حوالي 50 كتابا وطاف العالم مثل بدوي مترحل، ولكنه مسلح بكل وسائل العلم والثقافة والأدب. وكتب عن البوادي وعن المدن وعن الحرب والسلام، كتب عن الأندلس وعن المدن الأوروبية وغير الأوروبية التي زارها، وكتب عن دمشق وعن الرقة اعتبارا من قصته نومان ومجموعته القصصية الأولى بنت الساحرة الصادرة في عام 1948. تطوع الطبيب الشاب في حرب 48 ممنيا النفس بالمشاركة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، واكتشف أن بعض القادة من الذين يدعون الدفاع عن فلسطين هم مجرد مقاولين يعملون على تسهيل بيعها، كما ذكر ذلك في قصته الشهيرة نبوءات الشيخ سلمان التي تم إصدارها مع مجموعة من أعماله عن حرب فلسطين، واصفا التضحيات والبطولات التي شهد بعضا منها، وكان منهم أبطال سوريون ومن الرقة إلى جانب جنود مجهولين كثيرين. نشأنا نحن أبناء الجيل الثالث أو الرابع بعد العجيلي، وكنا نرى الدكتور عبد السلام العجيلي في شوارعه وعلى جسره القديم يتأمل غروب الشمس هناك في رحلة شبه يومية، وغالبا ما يكون وحيدا، لا يحب أن يشاركه أحد فيض السحر الفراتي الذي طالما عشقه وتعلق به حتى أواخر أيامه. بالإضافة إلى أدبه، كان العجيلي شخصية عامة، وكان نائبا في البرلمان السوري، واستلم عدة مناصب وزارية قبل ثورة البعث، إذ يعتبر من الجيل الثاني من آباء الاستقلال. وكان يتبادل معه الناس الرأي والمشورة، ويؤم عيادته وبيته الزوار العرب والأجانب، ويتمنى كل سوري يزور الرقة أن يقابل الدكتور عبد السلام العجيلي، ولكنه لم يقبل أن يجعله المسؤولون شماعة يعلقون عليها أخطاءهم، إذ لم يقبل في وصيته أن ينتظر المسؤولين من أجل دفنه، وأوصى بالتقليل من المراسم، فهو لا يحب الضجيج. عمل الدكتور عبد السلام طبيبا طوال وجوده في الرقة منذ نهاية الأربعينات من القرن الماضي حتى أيامه الأخيرة التي غادر فيها الحياة إلى مقبرة حطين التي غصت بالناس وهم يودعونه. في المقاهي ترى عبد السلام العجيلي وهو يتحدث بود ومحبة في مقهى ياسين الجذوع، في مقهى الواحة، وفي مقاهي متعددة، وتراه في المناسبات في بيوت العزاء متألقا بشكل دائم، وفي الندوات يسيطر على اهتمام المستمعين لموهبته في الإلقاء ودمج الحكاية مع المعلومة مع روح الدعابة التي يمتلكها برصانة. نتذكر اليوم عبد السلام العجيلي والرقة التي أحبها وهي مدمرة، وهي مهجورة أيضا من قبل كثير من أهلها
الذين تخاطفتهم المدن والبلدان كلاجئين ونازحين بعد الدمار الذي ألحقه نظام الأسد بهذه المدينة منذ أن نصب مدفعيته في محيطها واستهدف أبنائها بالصواريخ والطائرات والهاون، حتى وصول داعش عام 2014 التي أكملت مشوار التدمير والخراب الذي توجته الطائرات الأمريكية وحلفاؤها الذين ضربوها بما يعادل عدة أضعاف من قنبلة هيروشيما. لتترك المدينة مخربة ومحكومة من قبل المرتزقة ضحوا بقضاياهم التي حملوا السلاح من أجلها، لينهشوا ما تبقى من جسد المدينة التي بناها أهلها حجرا فوق حجر منذ تأسيسها الحديث داخل السور في عام 1860 حتى اكتمال خرابها في العام 2017 بعدما كبرت الرقة وصارت مدينة ساحرة تتسم بتسامح أهلها وبحبهم للحياة. في ندوة عقدت في المركز الثقافي القديم في الرقة قبيل غزو العراق عام 2003، علق الدكتور عبد السلام العجيلي على سبب الحزن في الأغاني العراقية قائلا إن حجم الكوارث والمصائب التي حلت بالعراق هي سبب هذا الحزن، وها نحن نواجه اليوم كل هذه الكوارث والمصائب التي حلت علينا، وليس لنا إلا الأمل وذكريات الناس الذين أحببناهم وأحبونا. لا يعرف عبد السلام العجيلي ما حل بمدينته وبمن يحكمها اليوم، ولم يشرح له أحد حال المدينة كما شرحتها زلخة لعظام زوجها التي اقتلعها البعثيون من المقبرة في إحدى قصصه، ولكنه تنبأ بذلك في قصته الشهيرة أيامي في جزيرة شاور عن التقلطيين والتجحزيين الذين خربوا البلاد التي عاشوا فيها بعدما أطعمتهم من خيراتها. نعيد إحياء ذكرى عبد السلام العجيلي، والسوريون جائعون ومطاردون في داخل سوريا التي تقاسمها الإيرانيون والروس والأتراك والأمريكان، وكذلك ونحن لاجئون في شتى بلاد الله الواسعة التي وصلناها ونحن مطاردون من القنابل والصواريخ والمعتقلات البعثية والفتاوى المتطرفة التي تريد إعادتنا إلى مقابر التاريخ. نتذكر قصص عبد السلام العجيلي المليئة بالعشق اعتبارا من ذلك الشاب الذي تعلق بابنة الساحرة، وليس انتهاء برواية أجملهن التي أصدرها العجيلي في أواخر حياته. يعتبر عبد السلام العجيلي من معالم الرقة التي يزينها الفرات والسور الأثري والقصور العباسية وذكريات هارون الرشيد التي أحبها كما أحبها العجيلي، المدينة التي تزينها تضحيات أجدادنا الذين أسسوها وضحوا من أجل أن تصبح ياقوتة على الفرات، ولم يكونوا يدرون أن عصابات اللصوص تطبع بياقوتها وتحاول أن تمحو تاريخها. العجيلي كان قيمة مضافة على الحياة السورية، وله نكهة عقول القمح وبياض القطن وصفاء السماء الزرقاء فوق ضفاف الفرات. وفي ذكرى رحيله نتذكر عيادته في السوق شرق دوار الساعة التي جمعت أبناء الرقة من أقصى ريفها إلى أقصاه لنقرأ في ذكراه كتابا مما خطه قلمه، ونعاتب بمحبة أهله وأفراد عائلته الذين لم يهتموا بإعادة نشر كتبه حتى اليوم وبعد 17 عاما على رحيله. نأمل أن تجمعنا كتابات عبد السلام العجيلي
واعتداله وتسامحه ومحبته للناس. ونتمنى أن نعود إلى الرقة في ذكراه القادمة، لنطوف فيما تبقى من الشوارع التي طالما رأيناه يمر بها، ونمر إلى الفرات ونتأمله ذات غروب، مثلما كان عبد السلام الوجيلي يفعل ذلك دائما. أصدقائي وصديقاتي، ندعوكم لنشر هذه الحلقة إن أعجبتكم، ومشاركتها مع الأصدقاء والمهتمين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة التي نتناول فيها مجموعة بنت الساحرة التي ما تزال مقروءة بعد أكثر من 70 سنة على نشرها. إلى اللقاء.